اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل كشري. جايلي ضيوف وهم اللي طالبين الكشري. علقت على الحمص، علقت على العدس. الاول هنحط شويه ملح للعدس، الزيت اتقدح اهو. بس ايه، هحط الحاجات اللي هحطها الاول فين؟ في الحمص. دلوقتي الزيت اتقدح، انا خرطت البصل اهو. انا عامله كميه، فانا النهارده هحط عليه معلقه نشا. الناس اللي عايزاه مقرمش قوي زياده عن اللزوم زي المطاعم، هنحط معلقه نشا وهنقلبه ببعضه. هنبضبه تبديره كده ايه خفيفه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بعمل الزيت الاول عشان انا بستخدمه في الاكل كله. الكشري كله يبقى فيه طعم الايه؟ البصل. ادي كده البصل. طبعا مش هنقص كتير. دلوقتي انا معلقه على الحمص، هحط له معلقه ثوم، هنزل بالبهارات، فلفل اسمر، كمون، بابريكا، شطه، مرقايه. ما احطلوش ملح دلوقتي لان ساعات في حمص بيغيب في السوا. وهعصر له ليمونه، وهعصر ليمونتين كمان مش واحده عشان بس ايديا ومش هعرف والنار، وارجع لكم. بصوا البصلايه ولسه هتقرمش تاني. اللون بقى اللي انا بحبه هغمقه شويه عن كده، ممكن اطلعه كده، لا بس هخليه شويه. وادي الحمص بيغلي. طبعا انا مش هحط له دلوقتي الصلصه غير لما اسبكها واحط شويه. وادي العدس على النار اهو بيستوي. انا بسلق المكرونه في الاخر. متنسوش بقى بالاشتراك ومفعل الجرس وندوس على كلمه الكل. يا ريت اللي بينسى يحط اللايك يحط اللايك. يا ريت تتفضلوا معانا. هستنى عليها بس اغمقها سنه وهطلعها واحط بقيه البصل. وادي طلعت اول. بصوا سامعين الصوت؟ الناس اللي ما بتعرفش تحمروا من غير نشا ولا دقيق اهو عملت لكم بالنشا اهو، رغم ان والله بطلعه كده من غير اي حاجه. بصوا سامعين الصوت؟ حطيت بقى كميه البصل اهو وطفيت على العدس. انا ما بحبش يستوي قوي وهخليه 5 دقايق في الميه واشطفه. والحمص برده على النار. احنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه اهو. دلوقتي كده بحمر في الشعريه اهو. هنزل عليها بالرز. بسم الله. وشغاله الكتل عشان انزل عليها بميه سخنه. انا بحب احط ملح ابيض وفلفل اسمر، فانا هحط ملح بقى وفلفل اسمر على طول. اشوحه حلو. بدل ما اعمل الشعريه لوحدها والرز لوحده فبعمله بالطريقه دي. والله اعمل الكشري سهله وبسيطه، بس المشكله ان هي بتبقى حلل كتيره وبيتاكل في ثانيه، ده اللي بيغيظني اهو. بألف هنا وشفا اللي ليه نصيب في حاجه اهو. والحمص كده داخل على سوا، بس واقفه بس ان انا دلوقتي هسبك واحط شويه تغذيه عشان الصلصه مجمده مطلعاها من الصبح ساعه ما جالي تليفون للضيوف دي جايه. بس برضو ما فكتش. هنزل بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم.
هنقلها على العين التانية ونشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي نزلت بحلة التغذية، هنزل بشوية زيت. هنزل عليها حبة ثوم، تصفر، وهنزل بالطماطم على طول. الله عامله كميه طماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هتفك وايه بعدين في الحله من تحت تاخد غلوه، ونرجع نشوف هنحط بهارات ايه. الصلصه فكت شويه، هنزل على بقى بالبهارات: كمون، فلفل اسمر، بابريكا، مرقايه، ملح، سكر. احنا متفقين اي حاجه فيها طماطم بنحط نص معلقه سكر عشان الحموضه. هسيبها بقى ايه تسبك مع نفسها. الرز على العين التانية مطيعله. دلوقتي هعلق على ميه المكرونه. دلوقتي الميه بتغلي، حطيت شويه ملح وادي شويه الزيت. ننزل بالمكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي كده هعمل الدقه بطريقه حلوه قوي. هنحط حبه زيت، هنزل عليها بالثوم، هشوح في الثوم. دي طريقه المطاعم برضو. والله كنت عايزه اعمل لكم شطه الزيت، بس للاسف الجيوب الانفيه عندي بايظه خالص. هرشها بشويه خل، معلش على الدوشه عشان الجيوب بدات تيجي. هنزل بحبه كمون اهو. كشري اساسه كمون اهو. وهنزل بشويه فلفل اسمر، وهنزل بشويه شطه، الريحه حلوه قوي 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 بجد، حاجه تجوع. انا جوعت. هنزل بشويه ملح، الطريقه دي او الطريقه التانية اللي انا بعملها بيها والله يمين اتحاسب عليه، بعمل شويه دقه ملهمش حل. بس دلوقتي هنعمل ايه عشان عيالي بيحبوا، انا عيالي بيحبوا الدقه قوي. على النار كده هنزل عليها دي ميه ايه الحمص. هنزل بكبشتين كده اهو، وادي دي التغذيه. هنزل برضو بكبشه. بس الشكل والله العظيم والريحه تحفه.
الف هنا وشفا اللي ليه نصيب في حاجه. هديها غلوه واطفي عليها. هوريكم بقى الاكل ساعه التقديم. وادي غدانا النهارده بألف هنا وشفا اللي ليه نصيب في حاجه. والله هم اللي طالبين الاكله دي. متنسوناش بقى بالاشتراك ومفعل الجرس وندوس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.